الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخبنا السوري الأولمبي مع المنتخب السعودي الأولمبي، وما هي احتمالات تأهل منتخبنا الأولمبي إلى نصف نهائي غرب آسيا قبل مباراة السعودية. ومدرب المنتخب الأرجنتيني يستدعي المحترف السوري خليل الياس الحاصل على الجنسية الأرجنتينية إلى القائمة الموسعة للمنتخب الأرجنتيني المشاركة بكأس العالم قطر 2022. والاتحاد الآسيوي يرشح محمود البحر لاعب جبلة لجائزة أفضل لاعب في شهر تشرين الأول على مستوى غرب آسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ واهلا وسهلا بكم مقطع جديد. لا تنسون تحطوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب القناة وتفعلون زر الجرس مشان توصلكم اخبار الكرة السورية اول باول. ويلا نستمتع بالمقطع. يخوض غدا الاحد منتخبنا الوطني الاولمبي مباراة ضد المنتخب السعودي، وذلك ضمن اطار بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 سنة. والمباراة مثل ما قلنا بكرة الاحد ان شاء الله الساعة 9 بتوقيت سوريا. اما القنوات الناقلة فستنقل المباراة القناة السعودية الاولى على اليوتيوب، وراح احط لكم ان شاء الله رابطها بصندوق الوصف واثبت لكم اياه تحت باول تعليق. طبعا والمباراه راح تلعب بالسعوديه بمدينه جده، لانه اصلا هي البطوله تنظمها السعوديه، يعني وهي افضليه للمنتخب السعودي كونه بين ارضه وجماهيره. لكن نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاولمبي، وان شاء الله يظهرون بصوره احسن من الصوره اللي ظهروا بها بمباراه البحرين. نتامل هذا الشيء. نروح على خبرنا الثاني واللي يخص باحتمالات تاهل منتخبنا الوطني الاولمبي الى نصف نهائي بطوله غرب اسيا للمنتخبات الاولمبيه. طيب ايش هي الاحتمالات؟ اول شيء اما ان ننتصر على السعوديه في المباراه القادمه، وبنفس الوقت يفوز او يتعادل البحرين مع السعوديه في مباراتهم القادمه، وبذلك نتأهل كمركز ثاني في المجموعة، لأن السعودية تكون بنقطة واحدة أو 0 نقاط، ونحن نكون ب3 نقاط، والبحرين تكون ب6 أو 4 نقاط، وبذلك نتأهل كمركز ثاني. هاي أول احتمال. ثاني احتمال إنه نفوز على السعودية بفارق هدفين، يعني نتيجة 2-0 3-1 4-2 إلى آخره. ليش؟ لأنه مهما كانت نتيجة مباراة السعودية مع البحرين نحن راح نكون متأهلين. طيب شلون؟ لأنه إذا ربحوا البحرين على السعودية راح يكونون عندهم 6 نقاط ونحن 3 نقاط، والسعودية 0 نقطة، وبذلك نكون متأهلين كثاني المجموعة. أما إذا ربحت السعودية على البحرين راح يكونون هم عندهم 3 نقاط والبحرين 3 نقاط ونحن 3 نقاط، بس نحن راح نتأهل أيضا كثاني للمجموعة. ليش؟ لأنه البحرين راح تكون ثالث بفارق الأهداف، هم جابوا علينا 2-1، يعني فارق جول واحد، ونحن عندنا فارق جولين، لذلك راح نتأهل كثاني المجموعة. وبالتالي إذا ربحنا على السعودية بفارق هدفين نحن نكون متأهلين 100%. الاحتمال اللي بعده اللي هو التعادل مع السعودية بشرط خسارة السعودية من البحرين بفارق هدفين أو أكثر، أو بنتيجة 1-0. ليش؟ لأنه إذا تعادلنا مع السعودية راح نكون نحن عندنا نقطة، السعودية نقطة، والبحرين 4 نقاط، وبالتالي نحن والسعودية نتفاضل بعدد الأهداف المسجلة أو بفارق الأهداف المسجلة. إذا خسروا السعودية من البحرين بنتيجة 1-0 هون نحن نكون إن الأفضلية بفارق الأهداف، نحن جبنا جول هم ما جابوا ولا جول، وبالتالي نحن نكون ثاني المجموعة بفارق الأهداف. أما إذا خسروا بنتيجة جولين أو أكثر هذا راح يكون فارق الأهداف أكثر، يتوسع أكثر من هدف واحد، وبالتالي نحن نكون ثاني المجموعة، وبالتالي نحن راح نتأهل أيضا. الاحتمال اللي بعده هو الانتصار على السعودية مع انتصار السعودية على البحرين. هون يكون لكل منتخب 3 نقاط، وهون ما نقدر نحدد منه له فارق الأهداف الأكبر، لذلك إذا صار هذا الشيء بدنا نستنى إلى آخر مباراة ونشوف منه له فارق أهداف أكبر هو راح يتأهل. أما السيناريو اللي بعده واللي هو في حال خسارتنا من السعودية، في حال خسارتنا من السعودية لن نتأهل 100%، يعني خلاص راح نخرج في حال خسارتنا من السعودية والله يستر. أما الاحتمال هو السيناريو الأخير واللي هو تعادلنا مع السعودية وفوز السعودية على البحرين. هنا سيتأهل البحرين والسعودية ونحن لن نتأهل، وهذا الشيء اللي ما نتمنى انه يحدث. نروح على خبرنا الثالث، حيث استدعى مدرب المنتخب الارجنتيني الاول سكالوني اللاعب المحترف السوري في نادي سان لورينزو خليل الياس، وذلك الى القائمة الموسعة للمنتخب الارجنتيني المشارك بمونديال قطر 2022، وذلك بعد إصابة متوسط ميدان المنتخب الأرجنتيني لوسيلسو لاعب فياريال الإسباني. وطبعا في حال راح خليل الياس على المنتخب الأرجنتيني ولعب بالمنتخب الأرجنتيني هون نحن خلاص خسرنا اللاعب خليل الياس رسميا، وهذا الشيء بسبب الأخطاء اللي نحن قام نرتكبها. لاعب محترف قوي قام يستدعى إلى المنتخب الأرجنتيني الأول مشان مونديال كأس العالم، نروح ما نستدعي للمنتخب السوري ونخسره.
للأسف الشديد طبعا. عموما تم الاستدعاء وخلاص ما نقدر نقول شيء، بدنا نستنى نشوف اللاعب ايش رأيه وراح يلبي الدعوة ولا لا، وبدنا نستنى نشوف إذا ما لبى الدعوة اللاعب هل يستدعي المنتخب السوري ويكسبه قبل ما يهرب من ايدينا ونخسر لاعب بقيمة خليل الياس. نروح على خبرنا الرابع واللي يخص اللاعب نادي جبلة محمود بحر، حيث رشح الاتحاد الآسيوي اللاعب محمود بحر من أجل نيل جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا عن شهر تشرين الأول، يعني الشهر الماضي. وطبعا يتنافس مع البحر 8 لاعبين من غرب آسيا، ونطلب منكم من الجماهير السورية تساند محمود البحر وتفوت على موقع الاتحاد الآسيوي وتصوت له لعله انه يفوز بالجائزة ويرفع راسنا ويرفع راس سوريا كلها. وبس والله، اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب، بدنا نكبر معاكم وبدنا همتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.